دخلت نقاشات كتيرة مؤخرا مع ناس صحابي على ايه هو المحتوى اللي ممكن اقدمه، سواء بقى هتكون الاسئلة بتاعت الفجر اللي هو ليه النجاح صعب، مش عارف ايه، اللي هي الحاجات اللي انا بعملها مؤخرا which is حاجة انا بحبها لان هي بتصير عندي حاجة اسمها الكريتيكال ثينكينج. ولكن بعض الاقتراحات من صحابي اللي هو ليه ما تعملش محتوى عن الحاجة اللي انت شغالها. حد شغال في الفيلم ميكنج وبتعمل 3D ارت، فليه ما تعملش عن كاريرك يعني محتوى عن الموضوع ده. ففكرت في الموضوع وقررت اللي هو ليه ما نعملش عن الموضوع ده، ولكن مش عايز اعمله عن اللي هو بقى الريفيوهات بتاعت الافلام، والله الفيلم ده حلو، المخرج عمل حاجه كويسه، ما عملش حاجه كويسه، الممثل اداؤه كويس، الكلام ده. انما كنت مشدود اكتر لفكره اللي بيحصل بيهاند ذا سينز، خاصه ان محدش يتكلم عن الموضوع ده، واللي يعرف اللي بيحصل بيهاند ذا سينز ناس قليله جدا، اعتقد يعني محصوره على الناس اللي شغاله في المجال بشكل عام. اصل الفيلم مش بس مخرج مشهور وممثل مشهور وانت كده ضمنت النجاح، لا، وده تمام، دي الحاجه اللي انت بتبيع بيها، ولكن الصوره اللي انت شايفها في النهايه دي طلعت بسبب ناس كتيرة جدا كانت شغالة ورا الكادر. فقلت ليه لا ما نعملش برنامج نتكلم فيه عن الموضوع ده ونسميه ورا الكادر، بما اننا هنتكلم على الناس اللي ورا الكادر. فلو اول مرة تشوفني، انا نادر صبري، ودي اول حلقة من برنامج ورا الكادر. تيست باين الجودة، باين فرق الكواليتي، دافع دم قلبي والله في الموضوع ده. المهم، الفيديو ده هيكون حاجة سريعة كده نتكلم فيها عن مراحل عمل الفيلم، وازاي الفيلم بيتعمل من A to Z، وبيبدأ من يعني ازاي كل تفصيلة من اول الفكرة في دماغ الكاتب توصل لصورة بيشوفها المشاهد في الاخر. فيلا بينا. علشان نفهم الاسم لازم نعرف يعني ايه كلمة كادر. في التصوير والسينما الكادر ده بيكون الجزء اللي ظاهر على الكاميرا، يعني الجزء اللي الكاميرا بتصوره. فورا الكادر ده معناه الناس اللي شغالة ورا الكادر ده. فمن اول المراحل بتاعت عمل الفيلم هو بتبدأ مرحلة الفكرة والسيناريو، بيقعد فيها الكاتب كده لوحده، يبدأ يعمل شخصيات ويعمل صراعات بينهم ويعمل أحداث ويعمل نهايات، وبيعمل بقى الأرك بتاع الستوري تيلينج اللي هو بيكون بداية، كلايماكس، سوليوشن، نهاية، اللي هو عارف انت اللي هو الدياجرام اللي طالع ونازل في الاخر ده عشان يعمل ساتسفاكشن عند المشاهد. ده بيكون الارك بتاع الستوري تيلينج، او يعني ده اللي انا اعرفه وما بعرفش اعمله في فيديوهاتي، فمعلش. السيناريو ده بقى بيعدي بكذا مرحله، اللي هو مثلا الفيرست درافت، السكند درافت، بعد كده اللي هي المعالجه، وتمام السيناريو خلص وكل حاجه تمام، بياخد الفكره دي او السيناريو ده ويروح بيه لشركه انتاج، ومن هنا بتبدا تاني مرحله واللي هي ما قبل الانتاج، او زي ما بنقول عليها البري برودكشن. في المرحله دي المنتج بيخش في الصوره، والله لو تمام وهينتج الفيلم بيبدا يجمع حاجه اسمها الكي كرو. الكي كرو دول هم رؤساء الاقسام بمعنى تاني، ودول اللي هم يعني مثلا المخرج، مدير التصوير، مهندس الديكور، مهندس الصوت، الستايلست، يعني كل رؤساء الاقسام. بعد الاتفاق طبعا بقى بيقعدوا يقروا السيناريو ويبتدوا يشتغلوا على الاجزاء الخاصه بيهم. بعد ما كل ده بقى بيخلص بيتعمل حاجة اسمها سكريبت تصوير. سكريبت التصوير ده بقى بيتعمل علشان يبدأ الشغل على اختيار الممثلين، اختيار أماكن التصوير، المعدات اللي هنصور بيها من كاميرات، معدات إضاءة، الكرين اللي هو البنسر، وبقية الحاجات لحد الكرفانات والعربيات. وبعد كده بيتعمل حاجة اسمها جدول عمل عام، ده بيتم استخدامه علشان نعرف ايه هي توقعات ايام التصوير وايه المعدات اللي هتستخدم في الايام دي بكل التفاصيل الخاصه بيها. غالبيه الوقت المرحله دي بتكون من اطول المراحل، لان هي زي ما بيقول كده بيتم تحديد الفيلم على الورق من اوله لاخره، علشان كده المرحله دي دايما مشهوره ان هي من اطول المراحل. وبعد كده بتبدا ثالث مرحله وهي مرحله التصوير. يعني دايما في كده مقولة بتتقال ان اول يوم تصوير ده بيكون اصعب يوم تصوير، لان كل حاجة في اليوم ده بتتحول من بس كلام على ورق لصورة بتتشاف على الكاميرا، اللي هو المشهد اللي احنا بنشوفه في الاخر. فاليوم ده بيبقى صعب جدا. بيبدأ بقى المخرج في اليوم ده يقود فريق العمل من الناحية الإبداعية، اللي هو هياخد ايه قبل ايه، هيصور ايه بعد ايه، طب مين ممثل اتأخر، طب ناخد ممثل تاني مكانه نصور بيه المشاهد الخاصة بيه على ما الممثل الفلاني يجي ولا لأ، اللي هي كل التفاصيل اللي خاصة بقسم الإخراج يعني من الناحية الإبداعية. وفي مشاهد بتتعاد كتير جدا بسبب إن مثلا الممثل اتلخبط وهو بيتكلم، في صوت سمع في المايكات بتاعت الممثلين من الشارع، يعني اللي هو ممكن حاجات تخليك تعيد المشهد بس بسببها، حاجات بسيطة جدا، ده بيخليك عندك احتمالية إعادة التصوير كبيرة جدا.
ولكن يعني على قد ما نقدر بنحاول نصور في اماكن معزولة، اماكن بتكون هادية، وهنا بيجي دور الانتاج ان هو يهدي كل الناس اللي واقفة علشان التصوير، ويبدأ بقى المرحلة اللي بعديها وهي مرحلة ما بعد الانتاج، او زي ما بنقول عليها مرحلة البوست برودكشن. في مرحلة البوست برودكشن دي الماتيريال كلها اللي اتصورت بتروح للمونتير، اللي هو بقى في اي شركة حسب شركة المونتاج اللي تم التعاقد معاها او المونتير اللي تم التعاقد معاه، بتروح للشركة دي. فبيبدأ المونتير ده بقى ان هو يقطع المشاهد ويشوف ايه الحاجات اللي ينفع تشال والحاجات اللي ما تشالش عشان ما يضرش السياق، ويرتب كل الماتيريال حسب السياق بتاعها في السكريبت عشان يبقى ماشي مع القصة بالظبط. وبعد كده يلون ويشوف ويظبط كل الالوان بتاعه الماتيريال عشان تبقى الوان واحده وتمام وساتوريتد كويس، وفيها اللي هو الكوريكت اكسبوجر، اللي هي كل الحاجات بتاعه الفيديوهات اللي هو يخلي الفيديو جاهز لان انت تشوفه، لان الكاميرات كلها بتطلع رو ماتيريال. الرو ماتيريال دي بتبقى انكودنج مختلف. فيعني حوار كبير كده ممكن نبقى نعمل له حلقه لوحده عن ايه هو الماتيريال اللي بيطلع من الكاميرات والكالرنج ده ايه هو يعني. ولكن بعد ما يخلص كلر الصوت بيبدأ بقى يمكسج الصوت ويظبط الصوت بتاعه، ولو هيضيفوا اي مثلا سي جي اي او فيجوال افكت تضاف في المرحله دي برضو. طبعا كل الحاجات دي بتحصل تحت اشراف المخرج، يعني لان هو زي ما بنقول رب العمل. كل حاجه دايما بتحصل تحت اشرافه، لان هو لازم يبقى عارف ايه المشاهد اللي بتتشال، ايه المشاهد اللي بتتظبط، ايه اللي تلون، خلصنا قد ايه من الماتيريال. كل الحاجات دي خلصت خلاص المرحله دي، وبقى معانا النسخه النهائيه اللي جاهزه ان هي تتبعت لدور العرض. بنخش في اخر مرحله وهي مرحله التوزيع، اللي هي المسمى بتاعها بالانجلش الديستريبيوشن اند ديسبلاي. عندي شويه اسات جباره جباره بيتبعت الفيلم ده لشركات التوزيع علشان توزعوا، سواء هتوزعوا داخلي بس ولا هتوزعوا داخلي وخارجي. كل الحاجات دي بتبقى حسب شركة التوزيع ذات نفسه. والله انت تمام وزعت وبعت داخلي وبعت خارجي، بعد كده بيتباع منصات ان هو يتعرض على المنصات. خلصنا المنصات بيتباع عرض اكسكلوسيف على القنوات. فمن هنا بقى بيخرج الفيلم من ايد صناعه لايد الجمهور عشان هو اللي يقرر مصير الفيلم النهائي. المغزى ان الفيلم اللي انت بتتفرج عليه سواء بقى بيضحكك او بيأثر فيك، وراه ناس كتيرة جدا اشتغلت، ممكن يوصلوا لمئات الناس دي، مثلا 100 200 فرد اشتغلوا ورا الفيلم ده عشان يطلع بالصورة اللي انت شايفها في الاخر. كل واحد فيهم بيكون ليه بصمة معروفة حتى لو ما ظهرش قصاد الكادر. وبس كده، دي كانت اول حلقة من برنامج ورا الكادر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتسيب لي كومنت بايه القسم اللي انت حابب نتكلم عنه بعدين. و بيس اوت.